بالإجماع. شكرا. الصادقة أعضاء جمعية القانون البشرية الداخلة على التقرير الأدبي والمالي لسنة 2022 بالإجماع. انعقد اليوم الجمع العام لجمعية إنقاذ الأرواح البشرية للبحر بمدينة الداخلة. تضمن جدول الأعمال نقاط متعددة من بينها المصادقة على تقريرين الأدبي والمالي سنتي 2022 و 2023. النقاش تمحور حول الأهداف ديال الجمعية والدور اللي كتقوم به على المستوى الاجتماعي ولا على مستوى مساعدة مهني قطاع الصيد البحري وكل ما يتعلق بالسلامة البحرية، بالإضافة إلى تمحور النقاش حول الخافرة ديال الإنقاذ الجديدة اللي بطبيعة الحال التحقت بميناء مدينة الداخلة، واللي من هذا المنبر ننوه بوزارة الصيد البحري اللي لعبت دور والتوفت بالتزاماتها في هذا الاتجاه. هذه الباخرة بطبيعة الحال هي باخرة من الجيل الجديد للإنقاذ البحري اللي بطبيعة الحال يعتمد على تكنولوجيا جديدة وعلى السرعة، لأنه الإنقاذ يعتمد على السرعة. تضمن بطبيعة الحال الاجتماع نقاط مختلفة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للإنقاذ البحري اللي بطبيعة الحال الوزارة اليوم مكب على قانون جديد اللي يروم تجويد هذه المنظومة. بطبيعة الحال غتكون هون لجنة وطنية على الصعيد الوطني اللي هي غادي تهم بالإنقاذ البحري، وحنا بطبيعة الحال كشركاء في هذا الميدان وكجمعية رائدة على الصعيد الوطني في مجال الإنقاذ البحري كنساهموا في تجويد هذه القوانين اليوم اللي غادي تخرج في السنة القادمة إن شاء الله، وغادي يولي إن شاء الله في ابتداء من السنة القادمة يتمركز الدور ديال الجمعية على الإغاثة والعمل الإنسانية المتعلقة بمهنية قطاع الصيد البحري. بالإضافة إلى ذلك وعرفانا بالمجهود اللي يقوم به ربابنة المراكب الصيد الساحلي بميناء الداخلة ومهنية الصيد البحري والمجهزين، تم اليوم تكريم ثلة منهم اعترافا لهم بالمجهودات اللي يقوموا بها لا في تنظيم القطاع ولا فيما يتعلق بالتعريف بالسلامة البحرية على مثل هذه المراكب. كيف ما تعرفوا على أنه ميناء الداخلة هو ميناء يضم واحد مجموعة كبيرة من مراكب الصيد الساحلي، المئات ديال مراكب الصيد الساحلي اللي تعمل عليها طاقم مهم من البحارة والمهنيين، وهذا بطبيعة الحال يتطلب من المهنيين وربابة المراكب يبذلوا جهد مضاعف للتعريف بالسلامة البحرية وكيفية الإنقاذ البحري على متن هذه المراكب. وبالتالي احنا كنوه بهذا المجهود اللي كيقوموا به هذا رياس المراكب واللي من خارطين معنا في الجمعية، اللي بطبيعة الحال جمعية الذهب الصيد البحري كتقوم بهذا الدور المهم في ميناء الداخلة ولا في قرى الصيادين، وعلى طبيعة الحال الأنشطة والتظاهرات جنبا إلى جنب مع الإدارات الوصية من مندوبية الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد، المعهد التكوين البحري، وكافة المتدخلين والسلطات المحلية والوقاية المدنية من أجل طبيعة الحال الإسهام في التعريف بالإنقاذ البحري والسلامة البحرية. اليوم درنا واحد بتنسيق مع جمعية البحث وإنقاذ الأرواح البشرية كذلك بالداخلة واحد حفل تكريمي لبعض قطاع ربابنة قطاع الصيد أو مهني قطاع الصيد البحري. هذه واحد التفاتة من السيد الرئيس اللي استحسنها الجميع وثقافة اعتراف للجهود المبذولة من طرف المهنيين. السلام عليكم. وهذا التكريم اللي دارنا اليوم الحمد لله راه داز بخير الحمد لله، وكنشكر الناس المسؤولين وكنشكر السيد الرئيس المحترم المجهودات اللي كيدار في اي حاجه في تابع للصيد الساحلي، وكنشكر الناس المهنيين وجزاهم الله خير. وهذا التكريم اللي داروا الناس كاملين المهنيين شرفوا الناس، زعما واحد الفرح كبير على هذا التكريم اللي داروا، وهذا الشيء كيبان الناس الحمد لله يزيدوا قدام في اعمال الخير. وكنشكر السيد المندوب لوزاره الصيد البحري والسيد المندوب ديال الصيد ديال المكتب الوطني، وكنشكر كامل الناس المسؤولين جزاهم الله خير، وكنشكر الرئيس والاعضاء والمكتب اللي معاه كاملين جزاهم الله شكرا. كنشكروا هذه الجمعيات الإنقاذ اللي عطات فرصة للمهنيين والمسؤولين، وكنشكروا الرئيس جمعيات الإنقاذ اللي خدم في هذه المهمة ديال إنقاذ الأرواح البشرية اللي كيحافظ على المهنيين وعلى الطاقة ديال المينا ديال الداخلة كاملة. كنشكروا الناس ديال القطاع، كنشكروا السلطات اللي عاوننا في هذا الشيء ديال الأرواح البشرية. شكرا.